محمد صلاح هيسيب المنتخب في بطولة أفريقيا وهيرجع على ليفربول لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل يعني، وبعد كده يبقى يقرر هل هيرجع تاني ولا لا. طلع النهارده يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي بتاعه كان بيقول لك ان محمد صلاح هيرجع تاني على ليفربول، ولو المنتخب وصل للفاينل ان شاء الله ساعتها هنبقى نفكر هنديهولكوا، يعني هنرجعهولكوا ولا لا. يعني كان بيقول لك بروبابلي ممكن يرجع تاني لو منتخب مصر وصل للفاينل. فيعني محمد صلاح ساب المنتخب في يعني وهو يعني كابتن الفرقة، ساب المنتخب وهيرجع على ليفربول لحد ما ان شاء الله لو وصلت الفاينل ساعتها هبقى اجيلك. يعني انت بتوصل رسالة للعيبة اللي هو بقول لكم ايه، انت كده كده مش صاعدين واحنا عندنا دوري بننافس عليه في ليفربول، فانا عايز ارجع الصراحة. انا بطولة افريقيا دي ما تلزمنيش في حاجة. انا عايز ارجع اهتم الدوري بقى بتاعي ونركز في الدوري بقى ولو بقى ان شاء الله وصلتوا الفاينل كده هبقى اتكرم وارجع لكم ان شاء الله يمكن ناخد البطولة. لا ما معلش، ما انا يعني اللعيبه دي لو وصلت للفاينل انا هحتاجك في ايه؟ يعني انت اللي هتيجي تكسبني الفاينل؟ ما انت مخسرنا فاينلين يا اخويا. يعني انت من الحلاوه اللي انت عملتها، يعني ما انت في فاينلين لعبتهم وخسرتهم. اللعيبه دي لو وصلت الفاينل لا احنا مش محتاجينك في حاجه، معلش ما ترجعش، خليك بقى هناك. يعني خليك ما ترجعش. الأسوأ بقى في الموضوع ان حاجه زي كده بتحصل من كابتن الفرقه. انت المفروض انت كابتن المنتخب، وقعدت واتخانق وعايز الشارة عايز الشارة عايز الكابتن عايز الكابتن عايز ابقى كابتن المنتخب. قعدت تعمل كل الشو ده، خدت الشارة، عملت بقى بيها ايه؟ يعني ايه دورك ككابتن اللي انت عملته؟ ايه يعني ايه الحاجة اللي انت ككابتن المفروض بقى عملتها؟ يعني هل المفروض ان انت اول ما تتصاب تروح خالع هربان خلاص انا عايز امشي، والله انتوا مش لازميني في حاجة ومش عايز اقعد هنا؟ هو ده دور الكابتن؟ يعني انت رحت واتخانقت مع احمد فتحي وانا اللي هاخد الشارة واحمد فتحي اللي هو المفروض اقدم منك في المنتخب بكتير، وعملت خناقة وعملت قصة وموضوع علشان تاخد انت الشارة منه؟ وكمان في المنتخب دلوقتي لعيبة أقدم منك وأحسن منك ويعني كروح وقيادة هم أحسن منك، وبرضه أنت عمال لا أنا النجم وأنا مش عارف إيه وأنا اللي لازم أخد الشارة. هل مش حجازي يستحق الشارة؟ هل مش الشناوي يستحق الشارة؟ هل كل دول مش يستحقوا الشارة؟ هل دول مش كل دول عندهم حرقة دم كده، وان هم لا هم دول يستاهلوا الشارة اكتر وقياديين اكتر، وان هم يتكلموا مع اللعيبة ويجمعوا اللعيبة والكلام ده؟ هل دول ما يستحقوهاش علشان انت تطلع وتقول انا عايزها وبتاع؟ يجي بقى لمحمد صلاح، هل انت شايف ان من الذكاء ان حاجة زي دي تعملها في وقت زي ده؟ يعني انت اصلا الناس كانت مقلوبة عليك من فترة بسبب طبعا كلنا عارفين القصة والأحداث اللي بتحصل، وإن أنت مرضتش تطلع تتكلم وأخرت قوي في الموضوع وفي الآخر جبتها عايمة وكلها مقدسة والكلام ده كله. فأصلا الناس كانت قايمة عليك ورجعت تاني وماشي وخلاص، وفي ناس قالت لك لا وهي ومنزل أهو بتاع انتوا ظالمينه ليه، وناس تانية قالت لك لا جاية متأخرة وخلاص مش عايزين منك حاجة والكلام ده. فالناس اصلا قلبة عليك، والناس في ناس كتير يا دوب على شعراية منك. تروح انت جاي دلوقتي وانت كابتن الفرقة تعلن في ان انت خلاص هتسيب الفرقة وهتمشي، وان شاء الله لو صعدتوا الفاينل هبقى ارجع لكم. هل اللي انت تعرفه عن الناس في مصر ان انت لو خلصت ووصلت الفاينل وقلت لهم عايز ارجع هيقول لك تمام يا حبيبي تعالى؟ يعني هل انت متوقع ان ده هيحصل؟ انت شفت انت طلعت بس من الماتش اللي فات يعني اتصبت وخرجت، اللعيبه لعبت حلو، قال لك لا خلاص خليه بره بقى احنا مش عايزينه. وفي ناس كانت بتتكلم بجد مش واخده الموضوع على هزار. يعني في ناس بتهزر ولا احنا لعبنا احسن خليه بره بقى وبتاع، وفي ناس بتتكلم بجد اللي هو لا انت المنتخب احسن من غيرك خليك بره. فهل انت شايف ان من الصح ان انت تعمل حاجة زي كده؟ وفي الوقت ده يعني في الوقت ده بقى كمان بالذات، هل من الصح ان انت تعمل حاجة زي كده؟ والأسوأ بقى من ده كله ان كل ده بيحصل ليلة ماتش، اهم ماتش ليك في المجموعة مع كاب فيردي او الراس الاخضر. انت ليلة اهم ماتش في المجموعة، الفرقة انت هتلاعب الفرقة اللي متصدرة المجموعة وكسبانة الماتشين وكسبانة سكورات، وتودي ده 3 وتدي ده ومش عارف ايه،
وانت متعادل اول ماتشين 2-2، الماتشين انت متعادلهم، فداخل تالت ماتش ده لازم تكسب، مفيش بديل تاني عن المكسب، علشان ما تحتاجش ان انت بقى نشوف ده تعادل وده خسر وده عمل مش عارف ايه، ولازم ده يكسب فرق 3 وده يكسب فرق 1، وتخش في القصص دي كلها. فانت كنت محتاج ان انت تجيبها من قصرها وتكسب انت بقى كاب فيردي. فكل الكلام ده يحصل ليلة الماتش، وطبعا الكلام بيوصل للعيبة، وطبعا اللعيبة دي مش روبوتات، اللعيبة دي بني آدمين، فالكلام ده هيأثر عليها، هيأثر بقى بالإيجاب أو بالسلب، ولكن هيعمل تأثير. في لعيبة ممكن تتأثر بالسلب، إن هو كل المشاكل دي لأن محمد صلاح بيوصل لهم رسالة اللي هو أنتوا كده كده مش هتصعدوا، فمش مشكلة، أنا هروح على ليفربول، أنا هحضر الماتش ده وبعد كده همشي، والله خرجنا كلنا فاخد النني معايا على انجلترا ونروح، وصعدته انا ماشي، ولما توصلوا الفاينل بقى بكلموني، ممكن ابقى اجي وممكن لا، على حسب مزاجي يعني ساعتها. ايه ده يعني؟ ايه ده يعني؟ هل ده الوقت المناسب؟ طب كنت عدوا الماتش، يعني استنى الماتش يخلص وابقى اتكلم يا سيدي، يمكن نخسر ونخرج وما تحتاجش ان انت تعمل الحاجة دي. يعني هل من الذكاء ان انت تعمل كده؟ افرض خسرنا، يعني افرض المنتخب خسر، فبالتالي طلع من اوحش توالت او طلع الرابع على المجموعة، وحصل كوارث يا عم لا قدر الله، وحصل كل الكلام ده وما صعدناش اصلا للدور اللي بعده، تمام؟ ما كانت هتبقى هي جت كده، يعني هي هتبقى جت، فخلاص مش محتاج ان انت تعمل اللي انت بتعمله ده. ما انت كده كده بتقول ان انت هتقعد الماتش ده وبعد كده تسافر. طب ما كنت تستنى تتكلم بعد الماتش على الاقل، على الاقل يا عم، لو انت شايفها. مش هقول لك بقى عشان ما تضغطش على نفسية اللعيبة وعشان التركيز في الماتش والكلام ده، هكلمك لمصلحتك انت شخصيا، على الاقل عشان ما يجيلكش انتقادات. افرض احنا ممكن خرجنا فتروح، يعني هتقول كده كده خلاص مروحين، ما انت خرجنا من البطولة، او يا عم هنكون كسبنا فهتعدي في الزحمة، فاهم؟ يعني الموضوع اللي انت هتعمله ده هيعدي في الزحمة، فده الذكاء، يعني الذكاء بيقول ان انا هستنى وبعد كده بتكلم، يا والله حصل كذا كذا كذا، ف اللي هو احنا ماشيين يعني عشان كده كده خرجنا خلاص من البطولة، فانا ماشي معاهم، فاهم؟ فمش من الذكاء خالص اللي حصل ده. نيجي بقى لفكرة الكابتن ويعني أثر الكابتن وبتاع. ما أنت طلبت الشارة يبقى لازم تأدي يعني على اللي أنت فعلا كابتن المنتخب. فين أيام كباتن الحقيقية للمنتخب؟ أحمد حسن وعصام الحضري والناس اللي مش لازم تبقى كابتن ولكن دورها قيادي في الملعب، أبو تريكة، حسني عبد رب، والناس المهمة جدا دي، واللي كانت فعلا بتستحق إشارة القيادة، وفعلا لما بتلبس الشارة بتبقى هي فعلا اهم ناس، دورهم قيادي وتوجيه للعيبة وحماس وروح معنوية يدي للعيبة، وكل الكلام ده هو ده دور الكابتن، هو ده دور الكابتن اللي احنا نعرفه. طب يا سيدي انت مصاب فعلا ومشينا معاك في كل الكلام ده، وانت فعلا مصاب وتمام. طب ما تقعد مع المنتخب، اقعد يا عم على الدكة، اقعد بره السكور، بره ال 18، هتبقى مفيد، يعني هتبقى برضه مفيد. شفنا ميسي وكريستيانو اللي هم اعظم اتنين في التاريخ، الاتنين دول ما كان ممكن، هل دول محتاجين اليورو او كوبا امريكا ولا كاس العالم؟ هل بكل اللي حققوه طول حياتهم دول اخر بطولة ليه مع المنتخب دي كانت محتاجها قوي؟ ميسي كان من الارجنتينيين بيتقال عليه ايه علشان ما حققش بطولة لمنتخب؟ يعني هم بالنسبة لهم هو محتاج البطولة دي عشان يبقى ارجنتيني، فاهم؟ ولكن هو بالنسبة له انا عايز اجيب البطولة علشان الناس دي، فاهم؟ ف يعني المفروض شفنا منهم بيموتوا نفسهم في الملعب. كريستيانو في يورو 2016 الفاينل، كريستيانو دخل وركبته اتدمرت، ومع ذلك نزل تاني واتصاب واللعب وقف وربطوا له رجليه وبتاع ونزل تاني، وبعد كده قدر، يعني شاف بقى ان هو خلاص مش قادر يتحرك، طلع قاعد بره على الدكه، ما مشيش مثلا من الملعب يعني، ولا قال لك لا معلش الله خلاص بقى وراح ماشي. طلع قاعد بره على الدكه وانا اسف يعني كان دوره اهم من دور المدرب. يعني كريستيانو في اليورو بتاع 2016 كان دوره اهم من دور المدرب، وهو يحمس اللعيبه، واللعيبه كانت بتلعب عشان خاطر كريستيانو. ده كريستيانو اتصاب وكريستيانو خارج من الملعب بيعيط، احنا هنموت نفسنا النهارده عشان خاطر كريستيانو. فكان مهم جدا. بلاش كريستيانو، عندك ميسي،
اللعيبة حرفيًا بتدّي 200% من أدائها علشان خاطر ميسي. ليه؟ لإن هُم شايفين من ميسي إن هو أصلًا بيدّي كل نقطة هو عنده علشان يجيب بطولة. ميسي في صورة شهيرة أوي، رجليه اتعورت وعمّالة بتنزّل دم وهو مكمّل في الماتش، ما فيش، أنا مكمّل، أنا بلدي وأنا الكابتن وبتاع، أنا مكمّل في الماتش، أنا كابتن الفرقة دي، أنا هاكمّل مش هاخرج من الملعب، أنا طالما أنا قادر أنا قاعد. كريستيانو كان نفس الكلام، ما خرجش غير على نقّالة خلاص ورابط ركبته ومش قادر يدوس عليها. هي دي الكباتن اللي بجد. واحنا بنتكلم عن ايه؟ عن اعظم اتنين في التاريخ. يعني لو خسروا بطولة خلاص مش فارقة، يعني لو خسروا البطولتين اللي احنا بنتكلم عنهم دول خلاص مش فارقة، يعني مش بطولة هي اللي هتزود له، هو كده كده الاعظم في التاريخ فخلاص. وفي نفس الوقت بقى تيجي تشوف مثلا ساديو ماني، اللي انت عمال الناس بقى كانت عماله المغرور اللي مش عارف ايه الايه. الراجل ده لسه متجوز من كام يوم، وفي نفس الوقت لا راح المنتخب وانا مع منتخب بلدي ومركز مع المنتخب واسجل اهداف واعمل وبتاع، ومش هو كابتن الفرقة. وما طلعش عمل مشاكل ان مش هو كابتن الفرقة، مع ان ده مانيه يعني هو اهم واحد في الفرقة، ولكن كوليبالي هو الكابتن، لان كوليبالي هو القائد الاكتر وهو اللي بيوجه اكتر ويعمل اكتر والكلام ده كله، وكوليبالي هو الكابتن. وماني ما طلعش قال لك لا انا عايز الكابتن، ما طلعش قال لك لا انا عايز الشارة، انا اهم واحد هنا، لو ما اديتونيش الشارة هزعل وهعيط ومش هاجي. المشكلة ان انت حطيت الناس في موقف مش حلو، وحطيت نفسك انت شخصيا في موقف مش حلو. خش على الخبر بتاع فابريزيو رومانو لما هو كان اول واحد يعني اعلن الخبر بتاع ان صلاح هيرجع على ليفربول ومش هيكمل مع المنتخب. خش اقرا الكومنتات. الكومنتات كلها عبارة عن ده بيفيك الإصابة بتاعته علشان يرجع للمنتخب، اللعيبة الأفارقة دايما بتعمل كده، ده ساب منتخب بلده وهو محتاج له، ده مش عارف ايه. اه الناس دي ممكن يبقى منها مشجعين للسيتي مثلا فمش عايزين صلاح يرجع لليفر، ولكن ما هم بيوصلوا رسالة، هو ده اللي وصل لهم. اللي وصل لهم ان انت بتقول عن المنتخب ان هو منتخب ضعيف ومش هيعمل اي حاجة، هو كده كده مش هيوصل للفاينل، فانا اتعب نفسي ليه؟ اروح ليه ولا اعمل الكلام ده كله ليه؟ بتوصل لهم ان انت والله انا مش عايز العب معاك، انا عايز ارجع على ليفربول. بتوصل لهم ان انت يعني انت ممكن تبقى مصاب فعلا، ولكن انت بتوصل لهم ان انت بتفيك الاصابه دي، ان انت مش مصاب بجد، لا انا راجع والله، انا يعني حصل مشكله فانا رجعت على طول. فانت بتبين لهم ان انت مفيك الاصابه، ما انت مش قاعد مع المنتخب بتاعك. يعني طول عمرنا شفنا اللعيب بيتصاب في بطولة مجمعة بيفضل مع المنتخب بتاعه، ما شفناش حد بيرجع على يعني على فرقته غير لما بيبقى فعلا التقرير طالع ان هو هيرجع من الإصابة بعد البطولة. ما شفناش حد بيعمل كده. يعني اي حد بيبقى التقرير بتاعه ان هو هيرجع بعد البطولة ده ماشي بيسافر على فرقته بقى خلاص يروح يتعالج هناك. ولكن انت المفروض الجهاز كان مطلع ان انت هتغيب عن ماتش ده وماتش دور ال 16، وده مش حاجه صعبه يعني، المفروض كنت تقدر ان انت ترجع على دور الثمانية نص النهائي والنهائي، يعني كنت هتبقى موجود، تقدر تبقى موجود عادي. فهي دي بقى المشكله، ان انت بتوصل رساله بره مش حلوه، في حين ان احنا كنا عايزين تبقى بتوصل الرساله كويسه على الاقل ليك لنفسك، مالكش دعوه بينا، ليك لنفسك. بس كده كان كل اللي في فيديو النهارده، اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا، عن الكوره، عن الفن.